أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم. قبل البداية اشترك في القناة وفعل زر الجرس لتتوصل دوما أنت الأول بجديدنا. لا تنسى كذلك الإعجاب والتعليق لأستمر بتقديم المزيد. والآن مباشرة إلى الفيديو. ظهر المدير الفني لروبرتو مارتينيز حذرا في تصريحاته خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده قبل مواجهة المغرب في الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2022، وقاسمه نجمه إيدن هازارد الشعور نفسه بالنظر لكم نجوم في كتيبة الأسود. وقال مارتينيز عن مباراة المغرب في تصريحات نقلها موقع لوسواغ البلجيكي يوم السبت: لدى المنتخب المغربي الكثير من القوة، هذا واضح، هم يعلمون ما يجب أن يفعلون، كما لديهم المواهب والفطنة، وينضاف إلى هذا لاعبون مميزون فنيا وقادرون على زيادة عددهم هجوميا بفضل أظهرتهم. وواصل: أرى أن المنتخب المغربي متوازن، منضبط ومنظم. مدربهم ينقل للاعبين الكثير من المعلومات ويؤمن بقدرتهم. ستكون مواجهة بين منتخبين يعتمدان على قوتهما الهجومية. وأكد نجم الريال للمصدر ذاته أن مفتاح الفوز هو احترام المنتخب المغربي، وأضاف: المنتخب المغربي جيد ولديهم لاعبون مميزون ومنهم من يستطيع إحداث الفارق، علينا أن نكون جاهزين. ورد هازارد بانزعاج عن سؤال يخص تراجعه البدني وعجزه عن التألق في المباريات خلال الفترة الأخيرة، فأضاف: كل ما يقال عني كذب، لم يزد وزني، ودائما ما أحرص على أن أكون في أفضل جاهزية بدنية ممكنة. ويلاقي المنتخب المغربي نظيره البلجيكي يوم الأحد، وعينه على تحقيق الفوز لتأكيد التعادل المميز في أول لقاء ضد كرواتيا، حيث سيقربهم الفوز من تحقيق تأهل تاريخي آخر للدور الثاني في نهائيات كأس العالم. إلى هنا نصل إلى النهاية. في الأخير لا تنسى الإعجاب والتعليق، وكذلك الاشتراك وتفعيل الجرس لتتوصل دوما أنت الأول بجديدنا.